السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفتنا النهاردة سهلة وبسيطة وحلوة قوي. النهاردة هنعمل موس الشوكولاتة. يلا نبدأ من مكوناتنا ونشوف عندنا ايه. نص كوباية دقيق، معلقتين كاكاو خام، نص كوباية سكر بودرة، ربع معلقة ملح، معلقة صغيرة بيكنج باودر، فانيليا سايلة، تلت كوباية لبن، ربع كوباية زيت، 3 بيضات، البياض مفصول عن الصفار. يلا نبدأ ونقول اول خطوة معانا ايه. اول خطوة معايا يا حبايبي وهي هحط السوائل الجافة على بعض، احط الدقيق عليه الكاكاو ونص كمية الملح، بيكنج باودر، واقلبهم مع بعض. بعد ما خلطت الدقيق والمكونات الجافة على بعض اركنه على جنب. الخطوة التانية يا حبايبي هنزل ببياض البيض والملح وهضرب فيه لحد ما يبقى فوم ويبقى عادي. بعد ما ضربته شوية هنزل بالسكر واحدة واحدة واضرب. ضربته يا حبايبي. بعد ما بقى عندي بالقوام ده اسيبه بقى واجي للخطوة التانية. الخطوة التانية يا حبايبي هنزل بالبيض، بالصفار البيض، وعندي معلقة صغيرة فانيليا، واخلطهم مع بعض. بعد ما خلطتهم مع بعض هنزل ببقية السكر. انا حطيت ربع كوباية السكر على بيض البيض والربع التاني على الصفار وهضربهم مع بعض. بعد ما خلطت السكر مع البيض يا بنات، شايفين بسم الله ما شاء الله، هننزل بقى بالزيت واحدة واحدة. هنزل الزيت على الخليط واحدة واحدة وهضرب بالراحة. بعد ما نزلت بالزيت هنزل بقى بالحليب او اللبن. هنزل باللبن واحدة واحدة برضو وهضرب. بعد ما نزلت السوائل كلها مع البيض والفانيليا والسكر وخلطتهم مع بعض، هنزل بقى بالدقيق بتاعنا. الدقيق بتاعنا ده انا نخلاه كويس، هنزله واحدة واحدة. وبعد ما نزلت بالدقيق بتاعنا وخلطته بالشكل ده هاخد نص كمية البياض اللي انا ضربته بالشكل ده وهنزله على خليط الدقيق واخلطهم مع بعض. وبعد ما ضربت الخليط بتاعي هقلبه بالشكل ده عشان ما يطلعش الهواء. شايفين يا بنات بسم الله ما شاء الله بالشكل ده. وهنزل عليه بقى ببياض البيض. هنزل كده على الخليط بتاعي ببياض البيض كله كده كده. بسم الله ما شاء الله يا بنات ما شاء الله تحفة. وهقلب بقى بالراحة من تحت لفوق عشان الهواء اللي دخل في الخليط ما يخرجش ويهبط لي الكيكة في الفرن. اعمل بالراحة من تحت لفوق. عندي صينية دهنها زبدة، حاطه فيها ورقة زبدة وهنزل بالخليط عليها. طبعا يا بنات زي ما احنا عارفين قبل ما نشتغل في الكيكة بنكون مولعين الفرن على درجة حرارة 180 عشان لما ندخل الكيكة بتاعتنا ما تهبطش، يبقى الفرن بتاعها سخن. هنزل الخليط بالشكل ده واوزعه. احطها في الفرن 25 دقيقة على درجة حرارة 180. والخطوة التانية يا حبايبي معانا مع بال الكيكة تستوي في الفرن هنعملها بقى ونجهزها، وهي موس الشوكولاتة. مكوناتنا كوباية ونص شوكولاتة مبشورة، وعليها معلقتين كاكاو خام، كوباية لبن، وعليها معلقتين كريم شانتيه خام وقلبتهم مع بعض. دي بديلة كريمة الحلويات. يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بولة وهنزل باللبن والكريم شانتيه. نزلت بكوبايه اللبن وعليها معلقتين كريم شانتيه الخام واقلب كويس
لو ما عندكيش كريمه حلويات تعملي كوبايه لبن على معلقتين كريم شانتيه زي ما انا عملت. وهنزل بالكاكاو واقلبهم مع بعض كويس، ادوبهم مع بعض كويس. بعد ما قلبتهم ودوبتهم كويس هنزل عليهم بالشوكولاته المبشوره بالشكل ده. هاخد المكونات بتاعتي كلها وحطيتها على حمام ميه عشان الشوكولاته تسيح ويبقى قوامها كده تقيل وناعم. هفضل اقلب بقى لحد ما تنعم معايا خالص وتسيح. وبعد ما نزلت الخليط بتاعي يا حبايبي من على حمام البخار وهو لسه سخن كده، انا معايا معلقه جيلاتين كبيره على ربع كوبايه ميه سخنه ودوبتهم مع بعض، وهنزل عليهم. هنزله على خليط الشوكولاته بالشكل ده وهو سخن، وهقلبه مع بعض. اقلبهم بقى مع بعض كويس جامد لحد ما يندمجوا مع بعض. وبعد ما دوبتهم يا حبايبي مع بعض جامد واختلطوا جامد، هسيب بقى الخليط بتاعي ده يبرد تماما واعمل بقى الكريم شانتيه بتاع موس الشوكولاته. عندي بوله فاضيه هنزل بكوبايه الا ربع كريم شانتيه خام، عليها كوبايه الا ربع ميه ساقعه، وهضرب بالمضرب على اخر سرعه. وبعد ما ضربته بقى قوامه بالشكل ده يا حبايبي، كده عندي كريم الشانتيه جاهز. وبعد ما خلصت الكريم شانتيه هجيب الشوكولاته بتاعتي بعد ما بردت تماما وهنزلها على الكريم شانتيه بالراحه كده اهو. هنزل الكريم شانتيه، هاجي انزل نصه واقلبه لحد ما يدوب وانزل النص التاني. بعد ما نزلت نصه هنزل بالنص التاني عليه كمان، واقلبه كله بالشكل ده لحد ما يختلط مع بعض تماما ويبقى عندي موس الشوكولاته جاهز. وبقى بعد ما قلبته كله يا حبايبي كده بالشكل ده، شايفين بسم الله ما شاء الله القوام بتاعه كده. موس الشوكولاته بتاعي بقى جاهز. بعد الكيكه بتاعتي ما بقت جاهزه يا بنات، هنزل عليها بموس الشوكولاته بالشكل ده. عملت طبقه بالشكل ده، شايفين بسم الله اللهم صل على النبي بالشكل ده بسم الله ما شاء الله. نزلت عليها بموس الشوكولاته كله بالشكل ده. هسويه. انا سبت ورقه الزبده في الكيكه تحت الكيكه ليه؟ لاني انا ما عنديش صينيه سهله الفتح، فاللي عنده صينيه سهله الفتح ممكن بسهوله جدا اللي هو يعملها عشان يعرف يعمل الكيكه ويطلعها منها. لكن انا سبتها عشان لما الكيكه بتاعتي تبرد وتسقع تماما اعرف ان انا اشيلها من الصينيه. وكده عندي الموس الشوكولاته بتاعي جاهز. هدخله الفريزر لمده ساعتين. حبايبي كيكه الموس شوكولاته بعد ما طلعتها من الفريزر وسقعت وتماسكت، طلعتها من الصينيه بالراحه وحطيتها على طبق التقديم. ودلوقتي بقى هجيب جليز الشوكولاته اللامع انا عاملاه، هبقى انزل لكم طريقته في الفيديو اللي بتحط على التورت والشوكولاتات. هنزل بيها بقى كده بسم الله بالشكل ده. بعد ما نزلت الجليز كده بالشكل ده هعمله انزله عليه من كل الاطراف واحاول اسويه بالشكل ده عشان تبقى كلها متساويه ونازله على موس الشوكولاته بتاعتي كلها بالشكل ده. دي الطبقه الاخيره اللي بتديها لمعه، شايفين بسم الله ما شاء الله. انا هعمل لكم فيديو بطريقه الجليز الشوكولاته اللامع بتاع التورت، وهسيب لكم مواصفاته ان شاء الله في صندوق الوصف. بعد ما خلصتها بالشكل ده
ونزلت عليها كلها زي ما انتوا شايفين وبقت متساويه. بعد ما خلصتها هرش عليها بقى عندك اللي انت عايزاه، زينيها براحتك. انا هرش عليها شوكليت وفرموسيل براحتكم، التزيين حسب ايه اختيارك وراحتك بالشكل ده. وكده بقت معانا كيكه موس الشوكولاته جاهزه. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفه اعملي لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد من مطبخ اكل السما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.